ودخيلك يا نجوم نامي، لأنه نجمتنا أخذت كل الأنوار وإلها كل حبي واحترامي، حلوة وموهوبة وبيجتمع بشخصها كل معنى سامي. خلينا نناديها لتدخل صاحبة أجمل اسم، وريتها تسلم وتعيش الأسامي. اتفضلي نورتينا يا أجمل وأروع ضيفة نجمتنا الحلوة أمل قطامي. أهلا وسهلا فيكي ضيفتنا أمل، نورتي برنامجنا بوجودك الحلو والرائع. أهلا وسهلا فيكي حبيبتي. أمل، طبعا إحنا رح نسألك أول شيء، رح نسألك عن أمل الإعلامية والفنانة. حابة أسألك إنه هل ماضيك ونجوميتك بالإنشاد ساهمت بنجاحك ودعمك كإعلامية؟ أكيد، خصوصا يعني إنه أنا كنت قبلها منشدة في قناة كراميش وعدة أماكن، فحسيت إنه أنا كنت هذا الإشي يعني عزز من ثقتي بحالي قدام الكاميرا، يعني ما كنت حاسة إني داخلة إشي جديد. طيب شو رأيك بالفن الملتزم؟ وهل أنت باعتقادك إنه رسالتك هادفة؟ أنا الحمد لله يعني أتوقع إنه رسالتي هادفة، خصوصا إنه كثير في بنات بهذا العمر يعني طفل أو بعمر المراهقة كثير الإنسان ممكن يدخلهم فكرة بعقلهم، فإن شاء الله إنه عن جد يكون الفن الملتزم فعلا له رسالة هادفة. طب أمل عاشت فترة طويلة كمنشدة والآن بتتألق كإعلامية، أمل بين الإنشاد والإعلام وين بتشوفي حالك؟ أنا بشوف حالي بالإعلام أكثر. شو رأيك باحتكار بعض القنوات للنجوم؟ يعني أنا صراحة ما بعرف، قد يكون إنه في قنوات بتحتكر